صباح الخير. قاعدة على السريع. النهاردة هنتكلم عن فعلين مهمين forget و remember. امتى بنحط بعدهم to والفعل في المصدر، وامتى بنحط الفيرب مضاف له ing. فيلا بينا نبدأ. أول حاجة طبعا احنا عارفين ان forget معناها ينسى و remember معناها يتذكر. القاعدة يا ولاد سواء to المصدر سواء الفعل مضاف له ing بتمشي على الاثنين forget و remember. فامتى بضيف ل forget و remember to والمصدر؟ حالتين: لما يكون عندي حدث أو حاجة ما حصلتش، أو حاجة لسه هتحصل في المستقبل، بختار لها to والمصدر. كمان لما يكون نصيحة أو طلب من شخص تاني ليا، ماما بتقولي ما تنساش تشتري اللبن وانت جاي، يبقى don't forget to buy the milk. انت لسه ما اشتريتهوش، لما تيجي هاته. طيب او remember to lock the door، افتكر ان انت تقفل الباب. معنى كده ان انا هبص على الباب الاقيه لسه مفتوح. تمام. وممكن افهمها كمان بمعنى انها نصيحة او طلب من شخص تاني. ناخد مثال على الكلام ده. remember to lock the door، معنى ان انا شفت في الجملة to المصدر افهم بمنتهى البساطة ان ده طلب، وكمان ان لسه الباب مفتوح ما اتقفلش، الحدث لسه ما كملش. مثال تاني: she forgot to turn off the oven so it stayed on. هي نسيت تقفل الفرن وعلشان كده هو لسه شغال. طيب to turn off to المصدر فهمني اوتوماتيك ان في حاجة لسه ما حصلتش وان الفرن لسه شغال. فهمنا ده؟ تاني حاجة بالنسبة برضو الفورجيت وريمبر، هضيف لها الفيرب مضاف له ing امتى؟ عكس الكلام اللي فات، حاجة حصلت أو حاجة أنا عملتها ونسيتها في الماضي. ناخد مثال: I remember locking the door. نفس المثال بس غيرنا الفعل من إنه to المصدر، خدنا الفعل وضفنا له ing. إيه الفارق؟ الفارق إن دي حاجة حصلت ولو بصيت على الباب هلاقيه مقفول. مثال تاني: she forgot turning off the oven. هي نسيت إنها قفلت الفرن مش إنها تقفل. طب إيه الفرق؟ الجملة اللي بعد كده بتقولي but it was already off. هو كان فعلا مقفول. يبقى الحاجة دي حصلت ولا لأ؟ لأ حصلت. خلاص يبقى بالتالي حاجة حصلت يبقى الفرن اتقفل، يبقى اخترت الفعل مضاف له ing. ناخد تطبيق على الكلام ده سواء في remember و forget علشان نفتكر. remember not the door before you leave. افتكر انك تقفل الباب قبل ما تمشي. يا ترى انا هختار to lock ولا locking؟ نراجع مع بعض. قلنا to lock بتيجي لما بتكون حاجة لسه هتحصل او نصيحة او طلب. طيب وامتى بختار locking؟ بختار locking لما بتكون حاجة حصلت او انا عملتها ونسيتها. تعالوا نركز في الجملة يا ولاد بدأت remember. احنا متعودين دايما ان الجملة في الانجليش بتبدأ بفاعل ثم فعل ثم مفعول. فالمفروض على سبيل المثال لو عايزة اجيب جملة ممكن نقول I remember my grandmother. انا فاكر جدتي. انا بفتكر جدتي. الجملة بدأت بسبجكت او ضمير. طيب اللي حصل هنا في الجملة دي ان الجملة بدأت بفعل اللي هو remember بمعنى تذكر. دي حالة من الحالات القليلة اللي بتبدأ فيها الجملة بفعل، مشابهة إلى حد كبير بالجملة عندي لما تبدأ بفعل أمر، نصيحة أو طلب. بمعنى إن أنا بقولك افتكر، study well، ذاكر كويس، go to school early، روح المدرسة بدري. فلما الجملة هنا بتبدأ بفعل دي حالات نادرة جدا. تمام، بيبقى بنفس صيغة الفعل الأمر اللي احنا بناخده في العربي. نرجع بقى للجملة بتاعتنا. remember not the door before you leave. تذكر إنك تقفل الباب قبل ما تمشي. طب المفروض يكون عندي hints أو علامات أو إشارات تفهمني اختيار الجملة. أيوة فيه. طيب إيه هي العلامات؟ أول علامة كلمة remember، بما إنه جت بصيغة فعل أمر في أول الجملة فده طلب من حد تاني ليا. تاني حاجة قال لي remember the door before you leave، قبل ما تمشي، يبقى أنا لسه ما خرجتش، وبالتالي الاختيار الصح هيبقى عندي هو to lock. remember to lock the door before you leave. تاني مثال هناخده النهاردة هو نفس المثال مع تغيير بسيط جدا. جملة عادية بدأت أهي بسبجكت يا ولاد. I remember not this song when I was a child. أنا بفتكر إني أنا، طبعا to hear أو hearing معناها سمعت أو بسمع. أنا فاكر إن أنا سمعت الأغنية دي لما كنت طفل. خلاص نراجع مع بعض وبنحفظ في نفس التوقيت إن to hear بتيجي لما تكون حاجة لسه هتحصل أو نصيحة أو طلب، وhearing العكس لما تكون حاجة already حصلت وأنا عملتها ونسيتها. طيب هنا أنا سمعت الأغنية أو أنا فاكر إني بفتكر إني سمعت الأغنية دي لما كنت صغير. دي حاجة لسه هتحصل ولا حاجة حصلت زمان؟ لا، هي حاجة حصلت وأنا عملتها ونسيتها زمان، وبالتالي الاختيار الصح عندي بيكون hearing. يبقى الجملة I remember hearing this song when I was a child.
ناخد أمثلة كمان على forget. قال لي he forgot not the door so the house was left open. هو نسى، من الاختيارات هفهم إنه يقفل أو قفل الباب، وعلشان كده الباب فضل مفتوح. تعالوا كده نفكر في الجملة، هل الأكشن ده حصل ولا ما حصلش؟ لو فكرنا بالراحة كده هنلاقي إن هو ما حصلش. طيب إيه اللي عرفك إن هو ما حصلش؟ الجملة دي يا ولاد اللي هو بيقولك the house was left open، الباب فضل مفتوح ما اتقفلش، وبالتالي الاختيار الصح بالنسبة لي هيبقى to lock، لأن دي حاجة لسه ما حصلتش، وبتبقى إجابة الجملة عندي he forgot to lock the door so the house was left open. ندخل بعد كده على تاني مثال، بيقول she forgot not the door، هي نسيت تقفل الباب but she found it locked later، لكن هي بعد كده لقته مقفول. يا ترى هختار looking ولا to lock؟ وخلاص حفظنا looking حصلت وأنا عملتها ونسيتها، و to lock معناها لسه هتحصل أو نصيحة أو طلب. الحقيقة إن هي حاجة لو أنا فكرت فيها ألاقيها حاجة حصلت وأنا عملتها ونسيتها. طيب إيه اللي يأكد لي الكلام؟ جملة بتقول لي she found it locked later، هي بعد ما رجعت البيت لقت الباب مقفول، وبالتالي بيكون الاختيار الصح هو locking، وبتكون إجابة الجملة يا ولاد she forgot locking the door but she found it locked later. بكده يبقى احنا شرحنا أول فعلين forgot و remember، الاتنين امتى بنحط بعدهم to والمصدر، وامتى بنحط بعدهم فعل مضاف له ing. في فيديوز تانية هشرح لكم أفعال تانية بتختلف القاعدة فيها، تابعوني علشان تشوفوا فيديوز أكتر تفيدكم في دراسة الإنجليش. ألف شكر، باي باي.